ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ النهاردة هنتكلم مع بعض عن فيجما، وهنشوف مع بعض ممكن ننزله منين، وازاي ممكن نعمله انستول او تثبيت على الجهاز بتاعي. وكمان هنعمل مع بعض اكونت عشان نبدأ نستخدمه مع بعض. بس قبل ما نبدأ لازم نعرف مع بعض الاول ايه هو فيجما وايه الاستخدامات بتاعته. فيجما هو ويب ابليكيشن بيتخصص في الانترفيس ديزاين، وكمان ليه ديسكتوب ابليكيشن انا ممكن انزله عندي، وبيشتغل اوفلاين من غير ما يحتاج ان انا اكون متوصل بالانترنت، وبيشتغل على الويندوز وعلى الماك او اس. فيجما بيركز على اليوزر انترفيس ديزاين واليوزر اكسبيرينس ديزاين، وبيدعم كمان الريل تايم كولابوريشن. يعني ايه ريل تايم كولابوريشن؟ يعني ممكن اكتر من شخص باكونت مختلف من اجهزة مختلفة يدخلوا على نفس البروجكت ويشتغلوا عليه مع بعض، ودي خاصية كويسة جدا لأي تيم بيشتغل على نفس البروجكت من أماكن مختلفة. فيجما كمان بيساعد على إن أنا أعمل واير فريم وإن أنا أعمل بروتوتايب، وكمان لو عندي أنيميشن أنا محتاج أعمله فيجما كمان بيدعم ده. ومن الحاجات الجميلة إن فيجما ليه موبايل أبليكيشن ممكن أنزله على الأندرويد أو الآي أو إس، والموبايل أبليكيشن بيساعدني إن أنا أشوف شكل الديزاين بتاعي من على الموبايل علشان أشوفه بالحجم المناسب. ودلوقتي تعالوا نشوف مع بعض ممكن أنزل فيجما منين، وإزاي أعمله انستول أو تثبيت على الجهاز بتاعي. هدخل هنا على صفحة فيجما داونلودز، هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن. هلاقي عندي هنا بيقول لي get started for free، هضغط عليها. هيطلع لي يقول لي اعمل اكونت، او لو انا عندي اكونت اعمل لوج ان. ممكن اعمل لوج ان with جوجل، انا هختار الاوبشن ده، وهختار اي اكونت من الاكونتات اللي عندي. وبكده هينقلني على صفحة تانية، هيقول لي ده أول استخدام ليك، أول مرة تدخل معانا على فيجما وأول فايل تستخدمه، وهيسألني شوية أسئلة ممكن أجاوب عليها. بيقول لي what is your name، أو اسمك إيه، هقول له اسمي حازم. وهلاقي هنا إن هو حاطط لي الكرسر بتاع الماوس وكاتب لي عليه الاسم اللي أنا بكتبه. الاسم اللي بيظهر لي هنا هو ده اللي هيظهر في الريل تايم كولابوريشن اللي كنا بنتكلم عليه، ان لو انا بشتغل على بروجكت مع شخص تاني من اكونت ومكان مختلف او جهاز مختلف، فالشكل بتاع الاكونت بتاعي هيظهر عنده بالمنظر اللي قدامي ده. بعد ما دخلت اسمي هقول له continue. هيقول لي ايه نوع الشغل اللي انت عايز تستخدم فيه فيجما، او what kind of work do you do. هقول له انا بشتغل ديزاين، هقول له continue. هيقول لي في اختيار من الاختيارات دي بيشرح الشغل اللي انت بتعمله. ممكن اقول له ان انا بشتغل في company او بشتغل في شركة، هقول له continue. بيقول لي انت في العادي ممكن بتكولابوريت مع مين او بتشتغل مع مين، هقول له ان انا بشتغل مع التيم ميتس بتوعي او مع الناس اللي في الفريق بتاعي، وهقول له continue. بعدين هيسألني لو انا عايز ان انا ابعت دعوة لحد. لو انا عندي ايميل بتاع حد ممكن اكتبه هنا، لو ما عنديش ممكن اخد كوبي لينك او اللينك بتاع الدعوة وابعته للناس وهم يعملوا اكسبت من عندهم. انا ما عنديش حد ان انا ابعت له انفيتيشن، فانا هقول له continue. بعدين هيسألني ايه اللي هيخليك تستخدم فيجما النهاردة. هقول له ان انا ببدأ شغل او بروجكت جديد، وهقول له continue. وبعدين بيقول لي هل انت استخدمت فيجما قبل كده. انا استخدمته فهقول له ايوه، وهقول له continue. بعدين هيقول لي تحب تستخدم انهي بلان من دول. عندي البلان الفري اللي من غير فلوس، وهلاقي هنا عندي المتطلبات بتاعتها، وهلاقي البلان البروفيشنال اللي بفلوس، هلاقي عندي فيه 12 دولار في الشهر. وعندي حاجة تانية اسمها فيك جام بتستخدم 3 دولار في الشهر، وليها خصائص تانية مختلفة. انا هستخدم الستارتر لان انا مش محتاج اللي بفلوس، وهقول له continue. وبعدين هيسألني انت محتاج تستخدم ايه الاول، فانا هقول له ديزاين مع فيجما. وبكده نكون خلصنا اول جزئية.
وبعدين هلاقيه هنا دخلني على زي داشبورد كده بتشرح لي شكل الانترفيس عامل ازاي. احنا مش مهتمين بديت دلوقتي لان احنا هنشرحها مع بعض واحدة واحدة، بس احنا محتاجين نشوف مع بعض ازاي ممكن ننزل الديسكتوب ابليكيشن. فهنيجي من هنا العلامة دي وهضغط على السهم ده وهقول له get desktop app، وبكده هلاقيه هنا اهو بينزل لي الابليكيشن بتاعي. هو كده خلاص نزل لي الديسكتوب ابليكيشن بتاعي. هعمل له سيت اب، هدوس دبل كليك على الابليكيشن اللي نزل، هقول له run. بعد ما عملت له run هيقول لي اعمل لوج ان with browser، فهيبعتني على اللينك بتاع البراوزر تاني. هدخل بالاكونت اللي انا عملته، هو لوحده قرأ الاكونت اللي انا عامله. هقول له افتح لي الديسكتوب ابليكيشن تاني، هيرجعني على الابليكيشن وهيفتح لي على الداشبورد الاساسية بتاعة فيجما. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة. عرفنا مع بعض ايه هو فيجما وازاي ممكن انزله واعمل له انستوليشن. في الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنشوف مع بعض اليوزر انترفيس بتاعة الابليكيشن عاملة ازاي، وهنفهم مع بعض التولز اللي جوه وازاي ممكن استخدمها. اشوفكم في الفيديو اللي جاي.